أستاذ جواد الجبوري، مرحبا بك. البعض بعض القوى السياسية قلقة والبعض الآخر متوجس، وهناك من يشعر بارتياح من هذا الانسحاب، ولكل هؤلاء أسباب. ما هو شعوركم وما هو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مهما تباينت الآراء في حقيقة الأمر من قلق خروج الاحتلال أو عدم خروجه، فهو هناك قاسم مشترك بدأ يتبلور بين القيادات السياسية وأصل رأي الشعب العام اللي ساد المرحلة حاليا هو اتفاق على ضرورة خروج المحتل. فالقلق حقيقة لا مبرر له انطلاقا من الشعور بالمسؤولية على اعتبار أن الأمن هو مسؤولية الجميع. وأعتقد ينبغي أن يمتد هذه الثقة والعقد بين المسؤول السياسي وبين الجمهور على تفعيل الشعب باعتباره الدرع الأول والإرادة الأولى، وهو صاحب الحق الشرعي في رفض الاحتلال. فموقف الأحرار في حقيقة الأمر هو موقف، وأشرت جنابك في بادئ الأمر، مبدئي أو غير مبدئي، هو مبدئي، ومبدئيته تنطلق حقيقة من شرعيته ومن عقائديته لرفض الاحتلال، ومنطلقة من فكر وفتوى مرجع هذا التيار مؤسس الرفض للأمريكان ووجود الأمريكان، والمؤسس على عدم حسن النية بالأمريكان والوقائع والمعطيات على الأرض أثبتت وستثبت وعلى كل عاقل بأن الأمريكان ما جاءوا للعراق حبا بالعراق ولا حبا بالقيادات السياسية، ولكن حبا لنفسهم وتطبيقا لأجندة كانوا يسعون لها من زمن بعيد إلى منطقة استراتيجية مهمة، منطقة العراق. لكن أيضا هناك أجندة كانت بالنسبة لي التيار، وإن لم نقل أجندة، وهي العمل على إسقاط النظام السابق. ألم تلتقي هاتين الرؤيتين؟ أبدا. هذا حقيقة نحن نوصفه دائما نقول بأنه صح، التيار كان أول المتصدين لنظام سابق دكتاتوري جثم على صدور العراقيين وعلى أحرار العراق وعلى كل المظلومين والمهجرين والساسة الذين الآن ينعمون بالعملية السياسية، وقر بأنه هذا النظام دكتاتوري وطاغوت. ولكن تحقق هذا الخلاص على يد طاغوت أكثر شؤم، وعلى نظام شمولي ونظام دكتاتوري ونظام استبدادي لا يحب العراق بمقدار ما يحب نفسه، ووجد هذه الفرصة مدخل ليدخل ويستنزف أموال العراق وكرامة العراق. جواد جبوري، أتيح لك المجال في جزء آخر إن شاء الله أكبر من الحلقة. أستاذ